سلام حبايب قلبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم وحيكون فيها كتير تفاصيل. حنطلع برا البيت، رح نعمل شغلات، رح نعمل شغلة لذيذة صحية لليوم، يعني فيكن تعملوا الأطفال، يعني كتير تفاصيل يا جماعة. رح شاركها معكم، إن شاء الله تتسلوا معي بفيديو اليوم، أو بالأحرى تتسلوا معنا بفيديو اليوم. إذا أنتوا أول مرة بتفوتوا على قناتنا، قناة أليكس ونالين، فأهلا وسهلا فيكم، وبنرحب بكل شخص جديد بيفوت على عائلتنا وبينضم لعائلتنا. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك للفيديو، وتابعوني كمان على الانستا وكل مواقع التواصل الاجتماعي حبايب، حتلاقوهم بصندوق الوصف. خلينا نبلش نهارنا سوا، وإن شاء الله هيك يكون نهار حلو رايق عليكم كمان. حالي أنا عم صور، طلعت مع مصور. المهم حطيت معلقتين صغار من زبدة اللوتس بقلبها. أنا هلأ رح حطه بالميكروويف، رح خليه تدوب شوي صغيرة وبرجع لكم. هلأ عندي هاي الخفاقة تبع الحليب، ويا بسم الله. نايس. رح تقولوا شو مليون خطوة، يعني الوحدة إذا بدها تدلل حالها بمشروب لذيذ فيكم تعملوها. طبعا ما بعمل هالمشروب اللي انا عم بعمله قدامكم كل يوم، بس يكون هيك ضارب على مخي. كمان اخذت هي معلقه صغيره ورح اضيف عليها اخر مرحله لمشروبي اللذيذ جدا. ماشي، نص الحليب كبيته. اضعوا رشه قرفه. وحبايب، وهي صار المشروب تبعنا اللي أطيب من الطيابة كله جاهز. سوف أشربه هو استمتع بهدوء، أنه اليوم نايم من غير شر يعني. حبايب طبعا بعد ما يفيق ليام حشربه الحليب وطعميه وكذا، يعني كل هالأمور. ورح اعمل له سمون، وهالسمون يعني فيكم انتم تاكلوا، فيكم كمان تعملوا لاطفالكم، بس انا رح ساويه لليام وانا رح نقرش معه يعني. فعن جد بنصحكم تعملوه لاولادكم، يعني رح يحبوها، بالاخص ليام من نوع الاطفال اللي ما بياكل شو ما كان، فبحتار كتير باكله. فعم حاول نوع قدر الامكان لاعمل له اشياء جديده واشياء هيك ياكلها. فاليوم رح اعمل له اياها، إذا حبيتوا انتوا كمان الوصفة يا ريت تجربوها. إذا جربتوها اكتبوا لي كمان بالتعليقات أو ابعتوا لي صورة على الانستا، ورح نزلكم على الانستا على الستوري. تابعوني على الانستا طبعا لحتى تشوفوا كل اليوميات، كل شي بنشره هنيك كمان، فلازم تتابعوني هنيك. رشة الفانيليا بقلبها ورشة القرفة بتعطيها نكهة خرافية جدا. يس. حبايب مثل ما انتم شايفين ليام هلا رح يساعدني، رح نساوي سوا سمون. ليام تعالي ماما بكي. كاميرا هيك. سيكسر لي اياها. حبيبي كملي. ما بده يعطيني البيضة. يا عمري كبت ماما. هلا للسمون يلي انا رح اعمله لحتى ياكل منها ليام ويكون سمون صحي، وطبعا انا رح اكل معه. المهم رح نبلش. عندي بيضة، حتى اللي بيعملوا دايت وبدهم اكل صحي فيهم يعملوا هالسمون. هون صبايا عندي زيت بذور اللفت، فيكم تحطوا اي زيت نباتي متواجد عندكم، تقريبا اكثر من نص الفنجانه. ناليام لا حبيبي، نا 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 ناليام لا حبيبي. يا حبايب هاي عندي الماجا كفاك، او مثل اللبن اللي بيكون المخثر، او مثل كمان بيكون مثل اللبنه، يعني تقريبا لبن قاسي شوي، يعني هيك منه مثل اليوغورت يعني. هي معلقه، معلقتين، 3، هي تقريبا صارت 4، يعني في كميه بروتينات كتير كبيره صبايا. هلا رح نعمل كمان ميكس ميكس ميكس، نمزج منيح. اوكي حبايب، انا رح احط لها شويه ملح، ما رح كتر، هيك رشه خفيفه يعني. صبايا رح استعمل البيكنج باودر، ما رح استعمل الخميره. وهون نبلش ليام بقطف الزهور. تقول لا تقطيني ليام، تما حبيبي. لحظه تفكير.
رحمك الله يا عمري. نعم يا ابني. وهلا بعد ما قطف الزهور ابني بلش بده يرجع ينبتها من اول وجديد. هون كاسه من دقيق القمح الكامل لليام. ماما ايش ترسموني خوش شيكه. قم حنحط معلقه حليب. بسم الله. معلقتين 3. قالي ماما يلا قالي ماما كيف تشيل ورايح ليا. برافو ليام. حبايب هي كمان عندي الزبيب، فهاي جبتها من قسم الأطفال. حبايب بحط شوي تاني كمان. هلا رح خليها ترتاح هيك شي ربع ساعة لنص ساعة وبعدين بعمل منه أشكال حبايب. أنا حاطة هون حدي شوية مي وزيت لحتى هيك أقدر لم العجينة بشكل منيح. فصبايا عن جد بنصحكم تجربوها لتاكلوها انتو وياكلوها اولادكم يعني. فانه مو كل يوم طبعا بساوي هي الشغلات، بس انه بحاول نوع له يعني قدر الامكان. عم نوع لليوم اعمل له اشياء، بالاخص لانه ما بياكل كثير اشياء. كان يعشق شيء اسمه الموز وهلا ما عاد رضي ياكل موز. ما بعرف شو عم بيصير مع هالولد. كان يحب التوت الاحمر بطل ياكل التوت الاحمر، كان يحب التوت الازرق بطل ياكل التوت الازرق. هالولد ما بعرف حيرني اقسم بالله. وهاي حبايب طلعوا منا 6 قطع. وهلا رح احطها بالفرن فوق وتحت 180 درجة. اوكي يا قلوبات الحلوين، هاي طلعتهم شوي من الفرن، خليتهم يبردوا شوي، تركته شي 40 دقيقة. هلا طبعا الحجم تبعه ما طلع انه هيك كبير لانه ماني حاطط له خميرة كمان. قديش هيك طري يعني، عرفتوا كيف طري للبيبيات يعني ممتاز بياكلوها، بالاخص اللي ما عندهم اسنان كتير هيك يعني. شايفين حبايب من جوا حتى طعمه طيب يعني. طيب. غيرت ثياب ليام لانه كالعاده ليام وسخ حاله بعد الفطور. ايش تمام؟ بخ خش ليام يا ماما. هاي حبايب من جديد، كيفكن مرة تانية؟ أنا جهزت حالي ولبست ليام، احنا هلا طالعين برا البيت. كاميرا ليام كاميرا كمان ليام يغير جو، ورح نروح على كيك لحتى اجيب له طاقية هيك لونه يكون ابيض سكري، لانه كل طواقيه لونهم هيك ازرق رمادي فبيزبط هيك على الالوان اللون الازرق. بنلتقي بس نوصل لعند كيك وبنشوفكم بعد شوي. هاي حبايب من جديد وصلنا احنا برا، عم تمطر بشكل مو طبيعي. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. عارفين حبايب المطر فظيع، فرح احاول بسرعه انا وليام ننزل. رحمك الله حبيبي. هلا عم نتفرج لنشوف. ليام شكت عجباتها جبانه، كأنه ما في طواقي لليام هون. هيك الهيئه ما في طواقي له هون، كلهم طواقي صغيره. خساره. شايفين حبايب بس طواقي لهيك البيبيات اللي كتير صغار. ليام شفت هاي البيجامة فردية، فعنده مثلا هيك ثياب بنية وكذا، فعنده أكتر شي بيجامات لونهم زرق، فهيك حابة أجيب له ألوان تانية يعني مريحة وخرجت طلعات كمان. يعني إذا طالعتيه إنه المهم الطفل يكون لابس ثياب مرتاحة، ما المهم إنه يكونوا الثياب كتير شيك. يعني برأيي إنه لازم الثياب يكونوا حلوين، بس إنه المهم الطفل يرتاح فيه. كمان شفت هاي اللعبة اللي هي شكل موبايل. ليام اشته فرح أخذها لليام كمان. هو صاير فترة بيحمل موبايلي بيعمل حاله إنه عم يحكي على الموبايل. كمان حبايب رح اخذ له هاي البابل ستيك بتعمل فقاعات، فكمان شغله كتير لذيذه. وكمان رح لكم بعدين شو فوائدها للاطفال. وخلصت بطاريه الكاميرا وانا جبت معي بطاريه تانية، فنسيت البطاريه بالسياره. يلا ليام حبيبي يلا. فالغراض اللي جبتها رح ورجيكم اياها بعدين بالبيت. وهلا رح ننطلق على بينينج باذن الله تعالى. وانا وين زتت المفتاح؟
اول شي ضليت ساعه وانا عم دور على المفتاح وما كنت لاقي المفتاح. وحبايب ليكنا احنا هون ورانا بينينج، هون قصدي بينينج. فشايفين حبايب نحن فايتين لهون على قسم الكافيتيريا. يلا تعالوا انتو كمان لعنا، كل اللي عنده بيبيات تعالوا لعنا وخلينا نلعب كلنا سوا، يعني نلعب مع البيبيات تبعنا، عرفتوا كيف؟ هيليا هاي حبيبي. يا عمري بسم الله. كمان ما ضربت مرة، كمان ما ضربت مرة. حبايب نحن هلا بالسيارة. ما قدرت كتير صور هنيك لأنه كان في كتير أولاد صغار. بالأماكن بيكونوا في أولاد صغار كتير ممنوع التصوير هنيك، فحاولت قدر الإمكان صور لكم هيك مقاطع صغيرة. وبعدين ليام كمان ضرب تمه بالكرسي تبع اللي كان قاعد عليها، وصار ينزل دم من اسنانه ومن تمه، لهيك فمزاجه كتير تعكر. وهلا طلعنا وكمان عم تمطر كتير هلا، بس المهم يعني طلعت وغيرت له الجو. والله وقف قلبي لما شفت الدم. الحمد لله انه ما كان في شيء، يعني شيء بسيط كان الحمد لله. فهلا انا حطيته مثل ما شايفين هون، لسه ما حطيته بالكرسي تبعه لحتى هيك شوي يتنفس براحته وياكل هي الفواكه المهروسه. يعني جايبت له معي هنيك عاده بيكون في طاوله وكراسي مشان الاهل يقعدوا والاولاد يلعبوا جوا، بس بما انه كان كثير معبى ما كان في طاوله وكرسي اقعد انا ومثلا قاعد ليام وياكل ليام هنيك. ومكان الالعاب ممنوع الاطفال ياكلوا هنيك، لهيك ما قدرت طعمي ليام كمان جوا، وهلا عم طعمي. يا هي كل اللي صار معنا. حبايب من جديد نحن صرنا بالبيت. طبعا مثل ما انتم شايفين غيرت ثيابي. هاي لوتة. برافو ليام. يا عمري. في كتير منكم صار بيعرف انه انا بس كون برا البيت واجي ما بقدر اتحمل الثياب برات البيت ولا ثانية يا جماعة، لهيك دغري غيرت ثيابي دغري ما قدرت. وليه دار ليام دار دي لي ماما. جوهاري ماما هي جوهار. طبعا هلا رح اورجيكم الاغراض اللي جبناهم، وما قدرت اورجيكم لانه البطاريه خلصت. البيجامه طبعا ورجيتكم البيجامه تبعه. Ich habe für Liam diesen Pyjama. Ach, cool. Hose gekauft oder Hose einfach. Sieht schick aus. Ja, Maria. Eine Hose für dich, Liam. Ja. Ist mir egal. كمان حبايب كان عندنا 6، 2 بقيانين، 4 اختفوا، واللي انكسر واللي اختفى، فرجعت جبت 4 منه لانه من قبل عندنا 2، فجبت هي كمان لتحت الفناجين. شو او ماي جاد ليام لا ماما لا. وكمان هاي للحليب حبايب مشان اذا احيانا هيك قال زبطنا السفره وكذا واجوا ضيوف يشربوا قهوه وجاتو. ف رح اورجيكم شغله مشان ليام يهدى. شايفين حبايب هاي؟ من ليام. sag nicht, dass es kaputt ist. Ja, جماعة كأنه خربان. Nein, das ist doch kaputt. Nee, was ist das denn? Das macht so Bubbles. قلت لحالي يلا بدي فيه ليام شغلة كتير لذيذة. لازم الواحد يطلعها بس بتعلق جواتها يعني. يا اما لازم كب هاي كلها لحتى تطلع، يا اما صوص موس habe ich. Perfekt. شايفين؟
واو. على فكرة هاي بالكورس يلي كنت مسجلة فيها ليام قالت المدربة انه هاي بتخلي الاطفال يهدوا اعصابهم تهدى. من اليوم واو واو ليام بنات. ديسا ليام. أنا كنت جايبت له هيك مثله بالصيف على شكل ضفدع. Achtung, der hat Glas in der Hand. Aua! Oh nein, auf deinen Fuß? يا ليام أوا. ماي جاد إيه. اوكي حبايب، ما عاد طلعت هديك فألكسلا حاول إنه يطلع. المهم جبت هالموبايل لليام كمان لأنه صاير بيحمل موبايل بيعمل حاله إنه بيحكي، فهيك حسيت إنه لازم يكون عنده هيك موبايل للأطفال تبعات الألعاب. يلا ماما ربيعة رح بشتغليها. بألو ماما ربيعة. Das hat er gebraucht. Ja. وهي كمان جبتها من نفس المكان، سعرها كان 9 يورو. Ja, hallo. Hallo, Liam. اوكي حبايب، فانا كنت عم بعمل كوكتيل او عم ساوي شيء بالخضره، فالخلاط وانا بالفيش وانا عم ساويه فاحترق وهيك طلعت لي الكهرباء والنار جواتها، فالله سترني عن جد. جهاز واحد كان لكل الأغراض الأدوات يلي كان كاسات يعني قدرت استعملها، فكانت ممتازة جدا. كنت استعملها لكل شيء بصراحة، مثلا للبقدونس للبصل. هاي كمان في 4 شفرات. المهم حبايب، وهلا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بفلوج اليوم، وهيك يعني غيرنا جو شوي. كمان ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وكمان تشاركوا الفيديو. إذا أنتوا أول مرة على هالقناة، قناة أليكس ونايل، فاشتركوا بقناتنا وصيروا جزء من عائلتنا. رحب بكل حدا جديد بينضم لعائلتنا، وهلا حابة أقول لكم إن كتير بحبكم. بشوفكم بالأيام الجاية. باي باي.